استنكر محامي ضحايا جريمة الجيش الجزائري ضد سياح مغاربة بالسعيدية تماطل السلطات الجزائرية في تسليم جثة أحد الضحايا واحتفاظها به لأزيد من شهر، معتبرا الأمر استفزاز سياسي للمغرب. وقال المحامي لفرنسي الجزائري حكيم الشركي، وهو أحد محامين للضحايا، في ندوة عقدها اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء لتسليط الضوء على ما استجدت القضية التي هزت للرأي العام الدولي، أن الجزائر لازالت لحد ودر الساعة تحتفظ بجثمان الضحية عبد العالي مشيور. وأشار المحامي إلى أن لأمر يعد استفزاز سياسي للمغرب ورسالة مبيطنة تريد استغلالها الجزائر في ظل قطع العلاقات بين البلدين وفق تعبيره. وأضاف المحامي أن الجزائر قبلت التحقيق في الواقعة في اليوم الأول للحادث، إلا أنها تراجعت عنه فيما بعد، مضيفا أن أطروحة الجزائر عبر بيانها حول الوقائع غير صحيح. وأبرز أن الشباب المغاربة كانوا في جولة سياحية بعرض البحر عبر جيتسكي بالقرب من المياه الجزائرية، ولم يكونوا محل تشكيل أي خطر. وكان الجيش الجزائري قد أطلق الرصاص على 4 شبان مغاربة كانوا على متن دراجتي جيتسكي في السعيدية قبل شهر من الآن. وحسب تصريحات أحد الناجين، فإن الشباب ال4 هم مغاربة، 3 منهم حاصلين على الجنسية الفرنسية، فيما يملك الرابع الإقامة بفرنسا. وأضاف الشاهد أن أمواج البحر قذفت بالشباب ال4 نحو المياه الجزائرية بعدما توقفت دراجاتهم المائية جيتسكي جراء نفاذ الوقود. وأضاف أنه خلال اقترابهم من شاطئ بورساي بالجزائر واجههم الجيش الجزائري بوابل من الرصاص، بعدما فشلت محاولته في قلب الدراجات عن طريق صدمها بواسطة مركب عسكري. وفي ردود الفعل فتحت النيابة العامة بمدينة وجدت بحث قضائي في ظروف وملابسات مصرع أحد الشابين المغاربيين الذي بعد عثور على جثتها بعرة البحر من جانبها. قالت فرنسا إن أحد مواطنيها قتل، بينما احتجز آخر بالجزائر في حادث شمل عدد من مواطنيها من غير أن توضح ظروف وفاته. وأوردت لخارجية الفرنسية في بيان لها أن مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية همزة فاء باء. وقالت متحدثة باسم الوزارة: نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية، وتم إخطار النيابة العامة، فيما لم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى هذا. ولا زالت الجزائر ترفض تسليم جثمان عبد العالي مشيور بعد أزيد من شهر من الحادث، فيما أدان الضحية آخر ب6 أشهر حبسا نافذة وتغريمه ب75,000 أورو، وهو ما يعادل حوالي 80 مليون سنتيم.